يقول الهاشمي حامد طلبنا الله طلب زايد ببركة رسول الله شفاعة يا رسول الله والليل المداد وافر معانا المصطفى حاضر واليوم المداد وافر معانا المصطفى حاضر نفح طيبه لنا وريا شفاعة يا رسول الله واذكر يوم في الروضة أنا شفت النبي يقضى في المحراب ومصلى شفاعة يا رسول الله ويوم الحشر ما بفزع أبد معي طه النبي يشفع صلي عليه حبيب الله عظيم الجاه شفاعة يا رسول الله ويوم الحشر ما بفزع معي طه النبي يشفع حبيب الله عظيم الجاه شفاعة يا رسول الله وفي الأزمة وفي الشدة معي طه النبي عدة ومن له شك بتحدى شفاعة يا رسول الله وبنت المصطفى الزهراء بحال أولادها أدرى وكل من هو محب ترعى شفاعة يا رسول الله ولا ننسى أبو الصبطين ذخري والحسن وحسين مددهم من رسول الله شفاعة يا رسول الله ومعنا أمنا الكبرى تبدل عسرنا يسرا خديجة اللي حباها الله شفاعة يا رسول الله تولى المصطفى أمري فكانت لحظة العمر وأسلمني إلى ربي فصارت ليلة القدر تولى المصطفى أمري فكانت لحظة العمر وأسلمني إلى ربي فصارت ليلة القدر وأشرق نوره سحرا فتم الوصل بالفجر وأصبح سره يسري يمج لشبهة الغير وسرت أراه إذ ألقى في نجواي في سري فألفني وعرفني وشرفني بذا السر وأسرى بي إلى الباب وألقى بي إلى البحر فقدمني وكرمني ونعمني على فقري وناداني وكناني أبا الإخلاص والسر وكلمني فعلمني وهيمني على ستري وصافاني
ووافاني فعافاني من الوزر وأدبني وقربني فغيبني بلا سكر فأذكار وأسرار وأنوار بنا تسري مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم صلى الله عليه يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حلول للحديث العميم صلى الله عليه مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق ولن يضيق رسول الله جاهك بي إذا الكريم تجاد لا باسم منتقم مولاي صل وسلم على حبيبك خير الخلق كلهم فإن من جودك دنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله